بيت عيلة الشرهوبي في طنطا قصته من أكتر قصص الرعب الغامضة، وده كان بشهادة أهل القرية في الوقت ده، علشان اللي حصل فيه كان أغرب من الخيال. وتبدأ الحكاية سنة 1983 لما كامل حسن الشهير بالشرهوبي وهو اسم عيلته اتجوز في بيت العيلة بعد ما أبوه وأمه ماتوا، وعشان كان هو الولد الوحيد البيت كان من نصيبه لوحده. وكان في الوقت ده الشرهوبي كان عنده 25 سنة تقريبا، وبعد سنة واحدة من الجواز ربنا بيكرمه ببنت ويسميها سارة. لكن للأسف بتظهر نفسه الغير سوية، لما كان دايما يقول لمراته زينب انه بيكره البنات وبيكره خلفتهم، وان الود وده يموتها ويخلص منها، وخسارة انه يصرف فلوس في تربيتها. وبان مرضه النفسي اكتر لما سارة بنته بدأت تكبر شوية وتوعى على وش الدنيا، وبدأ يعملها معاملة في منتهى القسوة، ضرب وإهانة على أتفه الأسباب وتلكيك بدون داعي. كل ده وسارة كانت بتعاني من مرض أبوها النفسي لحد ما وصلت لسن 13 سنة. وخلال الفترة دي الشرهوبي ما خلفش تاني، رغم انه لف على دكاترة كتير وكلهم أكدوا له ان مفيش أي عائق للخلفة وانها إرادة ربنا. ولأنه كان نفسه يخلف عشان يجيب ولد، فوصل لمرحلة من الزعل والقهر انه كل ما يتضايق يقوم يطلع غيظه على بنته سارة. والموضوع وصل انه كان بيضربها بسبب وبدون سبب، بحجة انها وشها فقر عليه من ساعة ما اتولدت، لحد ما يجي في يوم يديها علقة من بتاعة كل ليلة. لكن المرة دي تأثير العلقة على سارة بعد تراكم طبعا الزعل وحالتها النفسية اللي كانت سيئة جدا بتخليها بتصاب بالشلل وبتقعد على كرسي متحرك. ويا ريت اللي حصل ده خلى قلبه يحن لبنته ويعاملها كويس، بس للأسف فضلت نفس المعاملة القاسية مستمرة لحد ما وصلت سارة لسن 15 سنة، وهي كانت لسه قاعدة على الكرسي المتحرك، لحد ما في يوم أمها زينب تدخل عليها الأوضة وتلاقيها قاعدة على الكرسي المتحرك بتاعها وهي ميتة. وبكده بتموت سارة بسبب الحزن اللي كان في قلبها من أب متسلط غليظ القلب. لكن بعد موتها بتسيب زينب أمها البيت وبتطفش من وش الشرهوبي بعد ما اتهمته ان هو السبب في موت بنتها، ويكمل الشرهوبي حياته في البيت بعد كده من غير زوجة ولا أطفال. لكن بعد كده بيت الشرهوبي بدأ يحصل فيه حاجات مش طبيعية، بالذات في أوضة سارة بنته، لأنه بنفسه كان بيشتكي للي حواليه إنه سمع صوت بنته أكتر من مرة وهي بتعيط في الأوضة بتاعتها، لدرجة إن هو كان بيصحى من النوم بالليل على الصوت مفزوع، ولما بيفتح الأوضة الصوت بيختفي. ده غير إنه كان بيشوف الكرسي المتحرك اللي كانت بتقعد عليه سارة بنته بيتحرك لوحده قدام عينيه وبيخرج من الأوضة بتاعتها. وكمان كان بيسمع تقريبا كل يوم وهو نايم صوت الشباك بتاع اوضته وهو بيفتح لوحده، وفجأة يسمع صوت كأن في حد رمى نفسه. ولما كان بيصحى من النوم مخضوض بيشوف الشباك فعلا مفتوح، ولما كان بيبص منه بيلاقي شخص حجمه صغير جدا قد حجم طفل يفضل يبص له ويضحك وبعدين يختفي. وحاجات كتيرة كانت مشابهة للي بيحصل. وكمان كان بيشوف أطياف سودا بتعدي من قدامه وتختفي في البيت، وحاجات كانت بتتحرك من مكانها لوحدها. وفضل على الحال ده سنة كاملة، وكان عايشها في حالة رعب وقلق وتوتر، وكان تقريبا ما بيعرفش ينام، لحد ما ناس من معارفه نصحوه بالست نعمات وقالوا له انها ست بركة وصيتها مسمع في البلد كلها من زمان، وهي اللي هتقدر تخلصه من اللي بيحصل معاه في البيت ده. وراح فعلا الشرنوبي لنعمات، وهي كانت ست كفيفة ومنتقبة وعايشة في بيت صغير في البلد، وطلب ساعتها مساعدتها وحكى لها اللي بيحصل معاه. والغريبة ان الست دي مجرد ما لمست ايديه بس عرفت كل حاجة عنه بالتفصيل، وقالت له كمان ان اللي بيحصل فيك ده سببه روح بنتك، وده بسبب اللي كنت بتعمله فيها. والغريبة ان الشرهوبي رد عليها وقال لها قطيعة تقطعها مطرح ما راحت، قرفتني وهي عايشة وهي ميتة. بس في النهاية نعمات وعدته انها تخلصه من كل حاجة، وطلبت تزوره في البيت اللي كانت حافظاه وبتتحرك فيه رغم انها كفيفة. وده اللي خلى الشرهوبي يتأكد ان الست دي بركة فعلا وهتقدر تخلصه من كل اللي بيحصل فيه. ونعمات كانت بتتردد على بيت الشرهوبي مرة في الأسبوع علشان تعمل جلسة لطرد روح البنت منه. لكن الموضوع كان بيزيد سوء، والشرهوبي كان كل يوم بيحصل له حاجة مرعبة أكتر من اليوم اللي قبله، لدرجة إن هو وصل لمرحلة ما كانش بيشوف النوم بعينيه، وشكله اتغير وبقى غريب كأنه اتحول لشخص تاني. ده غير الأمراض الكتير اللي أصابت جسمه. وخلال الفترة دي تقريبا الشرهوبي كان باع كل اللي وراه واللي قدامه وخسر كل فلوسه، وده بسبب طلبات نعمات بحجة ان دي طلبات الأسياد. خسر الشرهوبي كل حاجة مقابل انه كان نفسه ينام ولو يوم واحد مرتاح، لحد ما جه في يوم وقال لنعمات انها باعته وخدت اللي وراه واللي قدامه،
وما قدرتش كمان تصرف الروح اللي في البيت، وكل يوم الوضع بيبقى أصعب من اللي قبله. وقال لها خلاص على كده، ابعدي بس انت عني وسيبيني اموت. والشرهوبي فعلا الفترة دي كان في آخر أيامه، لدرجة إن وزنه بعد ما كان 90 كيلو نزل لحد 40 كيلو. بس ساعتها نعمات وعدته بجلسة أخيرة وقالت له هيبقى فيها الخلاصة، واتفقت معاه إنها تجيله يوم الجمعة. وفي اليوم المحدد وصلت نعمات، والشرهوبي كان مستنيها بفارغ الصبر، وبدأت في الطقوس اللي بتعملها والحاجات اللي بترشها في البيت. لكنها طلبت منه طلب غريب جدا، وقالت له ان هو لازم يقعد على الكرسي المتحرك اللي بنته كانت بتقعد عليه. ولما سألها ليه، قالت له ان دي فرصتك الأخيرة علشان تنظف البيت من اللي فيه، ودي برضو طلبات الأسياد. وبالفعل الشرهوبي بيسمع كلامها وبيقعد على الكرسي، وبعد كده بيتفاجئ بنعمات بتربطه من ايده ورجله، وبتطلب منه ما يتناقش معاها في اللي بتعمله علشان تريحه من العذاب اللي عايش فيه. وبعد ما ربطته في الكرسي كويس، زقته بالكرسي ودخلت بيه الحمام، وهي بتسأله نفسك تستريح يا شرهوبي؟ في الوقت ده الشرهوبي قعد يعيط على حاله، ورد عليها وهو مكسور وقال لها نفسي استريح، نفسي اغمض عيني وانام من غير قلق، نفسي اترحم من اللي انا عايش فيه. علشان تبدأ نعمات تنطق بكلام غريب وتقول كانت زي القمر، مفيش بنت في البلد في جمالها، كان نفسي البسها الفستان الابيض زي اي ام وافرح بيها، بس انت شلتها وقتلتها وقهرت قلبي عليها. والشرهوبي لما سمع الكلام ده بص على نعمات وهو مذعور ومستغرب من كلامها، علشان يلاقيها فجأة كشفت النقاب اللي كانت لابساه، ويلاقي اللي واقف قدامه بيكلمه هي مراته زينب. وما كانش مصدق اللي شايفه ولا قادر يتكلم، مش فاهم زينب ايه جابها هنا ولا هتعمل فيه ايه. بس هي اتكلمت وجاوبت على كل اللي بيدور في باله من غير ما يسأل، وقالت له ايوه انا اللي عملت لك السحر، وانا اللي كنت بجدده لك كل اسبوع، وانا خليتك تعيش في الجحيم زي ما عيشت بنتي فيه وقهرت قلبي عليها، وانا برضو اللي هشفي غليلي منك وهخلص عليك بايدي واخد حق بنتي، وزي ما هي ماتت على الكرسي ده انت كمان هتموت عليه. والشرهوبي لما سمع الكلام ده كان في حالة صرع، وقعد يصرخ ويستنجد بطريقة هستيرية بالناس. وزينب كانت واقفة قدامه بتضحك وكانت بتستهزأ بيه، لحد فعلا ما دخلته الحمام وقالت له انت تستاهل تموت في المكان اللي يليق بيك. وغرقت ساعتها المكان بالجاز وغرقته هو كمان، وكان ساعتها قاعد بيصرخ وبيطلب منها الرحمة، وهي كان كل اللي على لسانها في الوقت ده انها بتاخد حق بنتها. وفعلا ولعت الكبريت والنار مسكت في الشرهوبي، والحمام كان أشبه بنار جهنم، وهي كانت عمالة تبص عليه وتضحك كأنها بتشفي غليلها على صراخه. والجيران لما حسوا باللي بيحصل في البيت جم جري علشان يلاقوا زينب واقفة والشرهوبي بيتحرق في النار لدرجة ان هو اتفحم. وتم القبض على زينب، وفي تحقيقات النيابة اعترفت بكل حاجة، وقالت انها استغلت موت نعمات بتاعة الأعمال وخدت مكانها علشان تنفذ خطتها وتاخد حقها من الشرهوبي وتنتقم لبنتها. بس الغريبة ان لحد دلوقتي بيت الشرهوبي بيتقال ان الجيران بتسمع منه أصوات عياط باستمرار، وأكتر من مرة بتحصل فيه حريقة رغم ان البيت فاضي ومحدش ساكن فيه، وان أوقات كتيرة بيشوفوا بنت صغيرة في سن سارة قاعدة على كرسي في البلكونة. وللأسف اللي زي عقلية الشرهوب كتير في مجتمعنا، في ناس بتعترض على إرادة ربنا في رزقهم من الأطفال رغم إن ممكن تكون البنت فيها خير من 1000 ولد. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال لا تكرهوا البنات فإنهن المؤنسات الغاليات.